يا مساء الهنا. بتحبي فراخ الشوايه اللي بنجيبها من بره وبتحبي الطعم بتاعها وعايزه تعمليها في البيت وتطلع معاكي دايبه كده زي ما بنجيبها من بره؟ ولو ما عندكيش كمان شوايه في الفرن، تعالي اوريكي هنعمل الجمال ده كله ازاي بتتبيله سهله وبسيطه، وهنعملها في الصينيه كمان من غير شوايه ولا فحم ولا اي مجهود خالص. اتمنى تتفرجي على الفيديو، ولو عجبك الفيديو اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي في قناتي وتفعلي الجرس على الكل عشان ان شاء الله توصلك فيديوهاتي الجديده. وانا عايزاكي تشوفي الذوبان. بصوا بسم الله ما شاء الله، الطريقه سهله جدا وبسيطه، ونسمي الله ونشوف الطريقه على طول. اول حاجه معايا 4 بصلات كبار حلوين كده، يعني ما يعادل نص كيلو بصل عشان انا هعمل فرختين. حطيت نص معلقه من الفلفل الاسمر ونص زعتر ونص كزبره وبهارات فراخ لو موجوده، وسنه صغيره من القرفه، يعني ربع معلقه صغيره من القرفه، والملح طبعا على حسب الرغبه، على حسب انت عامله قد ايه. وهنحط معلقتين من الزيت كبار، ودعاكي الكلام ده كله مع بعض. في اسهل من كده ان شاء الله مفيش. ادعاكي بقى كده لحد ميه البصل كده ما تنزل منك، افضلي ادعاكي شويه. دعكنا البصل، عندنا الفراخ بتاعتنا بقى منضفينها وغسلينها ومنشفينها كويس قوي. طبعا الغسيل ده كل واحد بيغسل بالطريقه اللي تعجبه، اهم حاجه نكون نقعينها ومنضفينها وننشفها من الميه كويس. هنحشيها بخلطه البصل اللي احنا عملناها البطن كده كويس، وانتوا زي شايفين انا ايه موسعه للجلد كده من على البطن، وهحشي الفرخه كلها بتاعتي بصل. الطريقه دي ممكن تعملوها على طول وممكن تسيبوها ساعه 2 في التتبيله، انا بفضل اسيبها شويه، ساعة كده أو ساعة ونص في الصينية قبل ما أدخلها الفرن عشان البصل الفراخ تتبل كويس. لكن تقدري لو مستعجلة ساعات بحطها على طول، ودي مش أول مرة أعمل الوصفة دي، أنا بعمل الفراخ الشواية دي على طول. حشيتها زي ما انتوا شايفين كده، وممكن تسيبيها كده، ممكن تقفلي الرجل بتاعها زي ما انت شايفة برضو، يعني اللي يريحك. هي كده كده مش هتتفتح عشان هو مش رز هتزيد، فالفراخ هتتفتح. هنحطها في الصينية، هغطيها بورقة زبدة تكون مبلولة، وبعدين ورقة فويل وادخلها الفرن. هسيبها قد ايه؟ بسيبها نص الوقت، يعني لو الفراخ بتاعتي هتاخد ساعة ونص هسيبها نص الوقت، وبعدين تكمل سواها وهي وانا شايلة الغطا من عليها. عملت بقى شوية رز بسمتي بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده، اللهم صل على النبي، تحفة. اتمنى تستفادوا اي حاجه من الفيديو بتاعي، واللي لسه متابعاني يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس وتعملي لي لايك وكومنت حلو زيك. وبصوا الجمال بقى، طبعا احنا شلنا الغطا من عليها من بدري فخدت اللون ده والله من غير شوايه، انا ما ولعتش الشوايه لان انا سبتها على نار متوسطه وشايله الغطا من عليها تكمل سواها، تستوي بقى كده وتاخد اللون الجميل ده. انا عايزاها بقى فيها لمعه كده وشكلها حلو. الصوص اللي نازل منها في الصينيه باخد بالفرشه كده وادهنها دهنه زي ما انتوا شايفين بتديني اللمعه الجميله دي. مش عايزه اقول لكم بقى على الريحه والطعم والجمال، تحفه. صينيه زي دي لو جبناها من بره هتعدي مبلغ حلو يعني. نعمل كل حاجه في بيتنا بمنتهى البساطه وبدون تعب ولا مجهود خالص. طبعا عملت شويه بطاطس زي ما انتوا شايفين كده، وبألف هنا وشفا. جربوا الوصفة ان شاء الله هتعجبكم جدا، وربنا يحسن ما بين ايديكم وتعملوا كل حاجة وتبقى من ايديكم زي العسل. بصوا انا عايزة اوريها لكم قد ايه في منتهى الجمال، اللون تحفة، اللون حلو جدا. بصوا بقى الفراخ، بصوا دايبة الصدر طبعا دايما الفراخ التست بتاعها بناخده من الصدر مش من الفخذ او الورك، لان الصدر هو اللي بيبقى قاسي شوية ما بيستويش بسرعة. بصوا دايبة ازاي. جربوا الوصفة وربنا يحسن ما بين ايديكم، واتمنى اكون ضيفة خفيفة عليكم واستفدتوا اي حاجة مني.